السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده نعمل طريقة عمل كيكة الرواني بطريقة سهلة وبسيطة وهتعجبكم ان شاء الله. معانا 2 كوب ونص دقيق، كوب سكر، كوب لبن، كوب زيت، كيك شيف، فانيليا، 2 عدد بيض وجوز هند. دلوقتي هننزل بالبيض، ننزل عليه بالفانيليا، هنضربهم كويس مع بعض. نفضل نضرب فيهم كده مع بعض الطريقة دي. هننزل بالزيت، ننزل باللبن، ننزل بالسكر، هنضربهم مع بعض كويس، نضربهم 5 دقايق مع بعض كده. ننزل بالدقيق، طبعا الدقيق منخول، 2 كوب ونص. ننزل بالكيك شيف، هننزل بحبة كده من جوز الهند، نقلبهم الأول كده مع بعض، نضربهم كويس كده. نفضل نضرب فيهم كده مع بعض. ايه رأيكم يا حبايبي؟ ايه رأيكم في القوام؟ هو ده القوام المظبوط. دلوقتي عندنا صينية مدهونة سمنة، وبنرشها رشة دقيق، وبننفضها كده، وهننزل عليها بالخليط كده، ننزل عليها بالخليط كده. بالطريقة دي هنخبطها كده بالطريقة دي عشان لو فيها اي هوا يخرج، وهندخلها الفرن على 180 درجة تقعد 25 دقيقة. عندنا هنا بعد ما خرجت هنخرمها بالشوكة على الوش كده، نخرمها كويس كده من على الوش، وهننزل بشربات خفيف بالطريقة دي، نغرقها بقى شربات. نحط كده جوز الهند على الوش، هنزود بقى جوز الهند، نزود كده بالطريقة دي. ايه رأيكم يا حبايبي كده بعد ما خلصت؟ ايه رأيكم؟ طعمها تحفة وهشة وطعمها جميل جدا. ايه رأيكم؟ لو الفيديو عجبكم ياريت تشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ولايك عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.